الدخول غادي تلقى المغاربه بيناتهم مدورين سرقه بعدا اول حاجه، وهما الاخرين الحومات ديالهم سادينهم، تبغي تدخل كيضربوك بالزراور. ملي مشينا قلنا بغينا نرجعوا في حالاتنا، باش ملي بغينا نرجعوا في حالاتنا دخلنا لواحد البلاصه كفايه بنادم ميت حداه كتشم في ديك الريحه. في ظرف ساعات قليلة فقط أزيد من 1500 شاب وقاصر مغربي رموا رواحهم في البحر وقطعوا سباحة نحو مدينة سبتة. ماشي فلوكة، ماشي قارب مطاطي، وماشي اختراق للسياج الحديدي، سباحة بالأدرع ديالهم وسط الماء البارد والظلام والضباب. هاد الأيام الشواطئ القريبة من سبتة خصوصا منطقة تاراخال والبليونش تحولوا المسرح لأكبر وأغرب أزمة إنسانية وأمنية شفناها هاد العام. رئيس حكومة سبتة المحتلة خيسوس بيباس خرج للصحافة وهو مصدوم ومتوتر وقال لهم بالحرف باللغة الإسبانية المدينة دخلت في حالة كولابس وتلفت تماما. شنو معنى هاد الكلمة؟ معناه أن المدينة الصغيرة اللي فيها كاع 83 ألف واحد تخليها فوق 2000 مهاجر في أسبوع واحد، والمراكز ديال الإيواء تفككات، والدرك والحرس المدني الإسباني رفعوا يديهم وقالوا ما بقيناش قادين نتحكموا في الوضع. ولكن السؤال اللي خاصنا نطرحوه كاملين بذكاء وشجاعة، علاش هاد الشباب كيرميو انفسهم للموت؟ شنو اللي طرا هاد الايام بالذات حتى تفجرات هاد الموجه؟ واش كاين فعلا قانون جديد في اسبانيا هو اللي شجعهم، ولا كاين اشياء اعمق بكثير؟ خذ معايا القهوه ولا اتاي ديالك، حيت اليوم في ارابينو غادي نفكوا هاد الازمه من الاول حتى للاخر وبابسط طرق ممكنه. باش نفهموا حجم الكارثه خاصنا نرجعوا لشنو طرا في الميدان في الساعات الاخيره. كل شيء كيبدا بالضباب الكثيف. ملي كينزل الضباب على البحر بين الفنادق وسبته، كاميرات المراقبه الحراريه المتطوره اللي في الحدود ما بقاتش كتشوف مزيان. هادشي كيعتبروه الشباب فرصتهم الذهبيه. في ظرف نهار واحد ازيد من 200 واحد كينقزوا الماء دقه واحده. السفن ديال الانقاذ الاسبانيه بحال سالفامار اتريا وسفينه هيباتيا تابعه للصليب الاحمر بقاو خدامين الليل مع النهار بلا توقف. الحرس المدني الاسباني تخنق بالاتصالات لدرجه ان قوارب الانقاذ ما بقاتش قادره تهز كل شيء من الماء، واستدعاو الجمعيات والفرق الانسانيه تعاونهم قبل ما يغرقوا الناس. تخيل معايا الرحله كيف دايره، شاب يافع ولا طفل عنده 15 عام لابس شورت ولا بدله الغوص خفيفه وكيقفز في البحر. مسافه العبور ممكن تكون كيلومتر وممكن توصل حتى ل 10 كيلومترات على حسب البلاصه اللي قفز منها. كيسبح من 3 ساعات حتى ل 15 ساعه متواصله في الماء البارد. عضلات الجسد كتقصح بالبرد، العياك كيكتر والمواج كيدفعوك للعمق. كاينين شباب وصلوا للضفه الاخرى وهما كيرجفوا وما قادرينش ينطقوا كلمه واحده حيت الماء جمد ليهم الدم في العروق. وكاينين وللاسف الشديد شباب البحر ما رحمهمش. وسجلت تقارير الانتشال ازيد من 60 واحد داه البحر خلال السنه الاخيره. فقط 60 شاب كان عندهم حلم ومشاو غرقا في القاع ديال المضيق. ولكن الصدمه الحقيقيه كتبدا ملي كيوصل الشاب للشاطئ وكيحسب ليه وصل للفردوس. اجي نشرح ليك شنو واقع داخل مدينه سبته دابا، حيت الصوره الافتراضيه اللي في المواقع شيء والواقع في عين المكان شيء اخر تماما. المدينه فيها مركز اقامه مؤقت للمهاجرين كيتسمى CETI. هذا المركز مصايب باش يهز 512 شخص كحد اقصى. اليوم CETI في ازيد من 700 واحد في الداخل ومسدود بالسوارد. ولكن فين هو الباقي؟ ازيد من 400 شاب وجدوا انفسهم جالسين في الشارع، كيباتوا في الغابات المحيطه بالمركز، في الكراجات وعلى جنبات الطرقات، كيتسناو متطوعي الصليب الاحمر يعطيهم بطانيه حراريه ولا ساندويتش. طرقات ديال سبته تحولات لمخيمات عشوائيه. اما المصيبه الكبرى واللي كتوصف بالقنبله الموقوته هي فئه الاطفال والقاصرين. القانون الاسباني والدولي فرض على حكومه سبته انها تحتضن اي قاصر دخل بلا والديه وتوفر ليه الاكل والشراب والسكن والتعليم حتى يدير 18 عام. الارقام كتقول ان مراكز الاطفال في سبته كانت مبنيه باش تهز اعداد قليله. اليوم نسبه الاكتظاظ في مراكز الاطفال فاتت 1600% فوق الطاقه الاستيعابيه. السلطات تما اضطرات تفتح مستودعات قديمه وكراجات خاويه في المنطقه الصناعيه ديال تاراخال وفرشات فيها باش تجمع هاد الاطفال وتنقذهم من التشرد في الشوارع. دابا ندخلوا للصح، علاش هاد التدفق الهائل طرا هاد الايام بالذات؟ علاش السباحه ولات هي الخيار الاول؟ كاينين 3 ديال الاسباب رئيسيه خاصنا نفهموهم مزيان. السبب الاول الحكم القضائي اللي قلب الموازين. في يوليوز الماضي اصدرت المحكمه العليا في اسبانيا حكما قضائيا كيعتبر زلزال قانوني. هذا الحكم كيقول باللي الحرس الميداني يمنع عليه منعا باتا يرجع اي مهاجر كيوصل سباحه مباشره للماء
المغرب، أي كيتسمى الإرجاع في الساخن. المحكمة قالت الإرجاع الفوري كينطبق فقط على الناس اللي كينقزوا فوق السياج، يعني الناس اللي كيجيو عمان من الشمال إلى سبتة ما كيرجعوهمش، والناس اللي كينقزوا السياج هما اللي كيرجعوهم. وبما أن البحر ما فيهش سياج مادي، فأي واحد حط رجله في اليابسة سباحة فرض على الدولة تديه الكوميسارية، تحدد الهوية ديالو وتدخلوا للمسار الترحيل القانوني العادي اللي كياخذ وقت طويل ويضمن ليه محامي. هذا الخبر انتشر في الفضاء الرقمي بحال النار في الهشيم. الشباب اعتبروها ثغرة قانونية وفرصة ذهبية، غير وصل الماء وما يقدر يرجعك حتى واحد. في هذه اللحظة اللي كنصاوب فيها هذا الفيديو خرج قرار ان اي واحد داز من السياج او سباحة غيتم الارجاع ديالو فورا. السبب الثاني وسائل التواصل الاجتماعي والعدوى الرقمية. تطبيقات بحال تيك توك وانستغرام ولات كتعمل تعبئة. شاب كينجح في العبور ينشر فيديو هو لابس حوايج نقية على الشاطئ كيدير شارة النصر ويكتب العز للرجال هاني وصلت. هاد الفيديوهات كتعطي صورة وردية مضللة وكتخلق ما يسمى بتأثير العدوى. الشباب كيشوفوا غير النجاح وما كيشوفوش المئات اللي غرقوا في طريق واللي ناعسين في الشارع في البرد. السبب الثالث الواقع الاقتصادي وضغط البطالة. خلونا نكونوا صريحين وواقعيين، منطقة الشمال وخصوصا الفنيدق والمضيق كانت سنوات طويلة عايشة على التهريب المعيشي عبر معبر سبتة. ملي كتقفل المعبر لحماية الاقتصاد الوطني آلاف العائلات فقدت القوت اليومي ديالها. ورغم أن الدولة دارت مناطق اقتصادية جديدة ووفرت بدائل، إلا أن هذه البدائل ما استوعبتش كل شيء. زيد عليها بيانات المندوبية السامية للتخطيط اللي كتقول إن بطالة الشباب في المغرب فاتت 35%. الشاب ملي كيحس بالانسداد الأفق كيولي البحر بالنسبة ليه هو الحل الأخير. أمام هذه الفوضى الكبيرة شنو هو موقف الحكومات؟ رئيس سبتة طلب تدخل عاجل من الحكومة المركزية في مدريد وطلب 4 ديال الحوايج سريعة: تعديل قانون الأجانب باش يرجعوا يعتبروا السباحة بحال التسلل البري، إنشاء قيادة موحدة لتسيير الأزمة أمنيا وإنسانيا، توزيع هاد المهاجرين والأطفال على باقي المدن الأقاليمية الإسبانية باش يتخفف الضغط على سبتة، وتكثيف التعاون المباشر مع المغرب. ومن الجهة المغربية السلطات الأمنية باشرت حملات زجرية واستباقية ضخمة. الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لا دي اس تي وقفوا أزيد من 150 شخص بتهمة التحريض الرقمي ونشر دعوات الهجرة على تيك توك وفيسبوك. والقوات العمومية مرابطة في الشواطئ لمنع تجمعات وإحباط عشرات الآلاف ديال المحاولات سنويا. في الأخير الإخوان، القضية ماشي مجرد أرقام ولا أزمة سياسية بين دولتين، القضية هي مأساة إنسانية كتمس ولادنا وإخواننا. المخاطرة بالروح في أمواج البحر عمرها ما كانت هي الحل. ضياع شاب في المقتبل العمر في القاع ديال المضيق هو خسارة لينا كاملين وخسارة للوطن اللي محتاج لهاد الشباب يبنيوه. الرهان الحقيقي اليوم خاصو يكون هو التنمية المحلية، خلق الفرص، استيعاب الشباب وإعطائهم الأمل في بلادهم قبل ما يختطفهم سراب الفردوس الأوروبي. نتوما اللي كتفرجوا دابا شنو هو رأيكم في هاد الظاهرة؟ شنو هي الأسباب الحقيقية في نظركم؟ وشنو هي الحلول اللي خاصها تدار باش نوقفوا النزيف الإنساني؟ شاركوني آراءكم في التعليقات لتحت. إلا عجبكم هاد التحليل والمجهود ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك، بارطاجيو الفيديو مع أصحابكم وشاركوا في القناة عربينو باش يوصلكم ديما الجديد والتحليل العميق وتكونوا نتوما الاولين اللي كتفهموا شنو هو طاري. شكرا بزاف على وقتكم، كان معكم عربينو، تشاو تشاو.